زيت وزبدة أو زيت وسمنة أو أي مادة دهنية عندك أنتِ بتستخدميها. بعد ما يسخنوا هانزل بقى بمعلقة صغيرة من التوم المفروم. أهم حاجة ما ياخدش لون، ابدئي شوحي في التوم وما ياخدش لون، وده المكون السري اللي هينقل الفتة لطعم تاني خالص. بعد كده بقى ما يتشوح التوم هانزل بالرز، الرز يكون لسه مغسول زي رز المحشي بالضبط، يتغسل ويتصفى وبعد كده نبدأ نشوح فيه، والخطوة دي مهمة جدًا بتخلّي الرز معاكِ مفلفل، ما تبقاش رُزاية ماسكة في التانية. بعد كده هننزل بقى بفصين من الهيل ورشة من الفلفل الأسود، طبعًا أنا عندي لحمة لسه كنت مسوياها، فإن شاء الله مش هاحتاج ملح لإن الشوربة فيها الملح. ممكن تدوقيها برضه تشوفي لو محتاجة ملح تزوديه. هنقلب بقى رز كده من فوق لتحت، وبعد كده هنغطي عليه على نار عالية ونسيبه لحد ما يغلي ويبدأ يتشرب. وهنا كان بدأ يتشرب